النهارده انا هطرح موضوع اتمنى ان هو يتفهم صح ومحدش يفهمني فيه غلط. ممكن اكون مشترك في الحاجه اللي حصلت او الحاجه اللي بتحصل. لو وافقت على كل حاجه انت عايزني ان انا اوافق عليها، لا، خلي رايك واحتفظ بيه وخلي رايي انا احتفظ بيه، بس من المفروض انك انت تقبلني وانا اقبلك، مش عشان رايك، عشان شخصك انت. تعالوا بينا نكمل الموضوع بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناة البوشين. يمكن النهاردة أنا جاي أتكلم في موضوع مهم جدا، وخصوصا بعد ما سمعت بس امبارح بالصدفة من إنسانة أنا مش متعود منها إن هي تعمل بث في اليوتيوب، ولكن الصادف وبفتح اليوتيوب لقيت الست تيتا أم أيمن، ربنا يديها طول العمر ويبارك في عمرها إن شاء الله، وتقدر إن هي توصل الرسالة بعد فقدان بنتها، وتحملت عبء تربية الأولاد اللي هم أصبحوا في حكم اليتامى. ودي مسؤولية كبيرة، المفروض إن إحنا كلنا نتكاتف ونساعدها ولو بالكلام الطيب. المهم أنا قصتي مع أم أيمن ديت، أنا يمكن أنا ابتديت إن أنا أعرف إن في قناة اسمها حواديت تيتا أم أيمن، فتابعتها من على بعد وما كنتش بعلق عندها وما كنتش يعني على استحياء، كنوع من أنواع المساعدة. ده نوع من انواع المساعده، كونك انك انت تشاهد فيديو لقناه انت عايز تساعدها وما عندكش الاستطاعه انك انت تساعدها ماديا، فالمشاهده تكفي. اوكي، امبارح شفتها وهي في البث بالصدفه، والله بالصدفه حضرت جزء من البث، وبعد كده لقيتها بتبكي. الست ديت لما بكت أنا من جوايا حزنت، من جوايا زعلت، من جوايا اتأثرت، لأن هي فعلا ست تستحق الاحترام والتقدير، مش عشان ست كبيرة وبس، لا، عشان ست تتحمل مسؤولية، تتحمل أمانة ربنا بيختبرها بيها وبيشوف قوتها وقدرتها على إنها تعتني بالأمانة دي وتوصلهم زي ما كانت والدتهم الله يرحمها عايزة توصلهم، ولا لا؟ لكن اللي فهمته في البث امبارح ان تيتا ام ايمن زعلانه او متاثره بغياب بعض العناصر اللي كانت دايما موجوده او متواجده معاها في الفيديوهات بتاعتها، وبيشاهدوا لها وبيعلقوا لها كمان، وفجاه اختفوا عنها. ممكن يكون اختلاف في وجهه النظر، وده اللي احنا عايزين نثبته النهارده، ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. الود هنا بمعنى انك انت حتى لو انت مختلف في راي مع شخص او عده اشخاص وانت كنت على صله بيهم ودايما مترابط ومتواجد معاهم، من المفروض انك انت ما تتجزأش عنهم مهما اختلفت معاهم في الراي. وده يمكن الصوره اللي حبت توصلها التيتا ام ايمن لبعض العناصر اللي هي فجاه اتغيبت عنها، او فجأة ما بقوش بيحضروا لها في الفيديوهات ولا بيشاهدوا لها فيديوهات ولا بيعلقوا في الفيديوهات. طبعا ليكي كل الحق يا استاذ علي من حاجه زي كده، ويمكن الموضوع دوت انا طرحته قبل كده في عده فيديوهات، ان الشخص اللي بيتابع قناه المفروض يتابعها لشخصه هو، ومش عشان ان هو بيتكلم على شخصيه معينه هو حبيبها. يعني بالظبط تيتا ام ايمن بتنادي انك انت ما تتعاملش معايا بالقطعه، انت تعاملت معايا او حبيت قناتي مش بس فقط على اساس انا بتكلم عن شخصيه معينه او بدافع عن شخصيه معينه، انت من جواك حبيبها وحابب ان معظم الناس تشاهد الدفاع بتاعي عن طريقك انت. فلما اجي ان انا اتكلم عن شخصيه تانية ممكن تكون انت مش حاببها، مش معنى ذلك انك انت تسيبني وما تحاولش انك انت تشاهد لي الفيديوهات بتاعتي.
طبعا تيتا ام ايمن لها كل التقدير والاحترام. كل واحد يحتفظ برايه الشخصي، لان احنا علاقتنا ببعض مبنيه على حب الشخصيه. مش انت بتحب مين عشان احبك، لا، حب الشخصيه. المتابع بيروح للقناه اللي هو حبيبها، ومن حق كل قناه تطلع تقول اللي هي عايزاه او اللي هو عايزه، ولكن بدون تجريح. كون ان تيتا ام ايمن اشتركت في بعض الامور اللي هي دلوقتي بتحاول ان هي تعدل او تصحح مسار الحاجه اللي هي غلطت فيها، مش معنى كده ان احنا نتركها او ان احنا نهملها. بالعكس، انت ممكن تكون انت سبب في ان هي تتعدل للاحسن وللاقوى، وان هي تطور نفسها وانت كمان تطور نفسك معاها. يعني يمكن التراشق بالالفاظ او انك انت تدي كنايه او تدي صفه لشخصيه تانية غير الاسم بتاعه، دي بتولد عنصر الكراهيه بين القنوات وبين بعضيها، حتى بين المتابعين. يعني بمعنى ادق، يعني انت ممكن انت تنتقدني مفيش مشكله، بس بدل ما تديني صفه تانية غير اسمي او تضيف صفه على اسمي، ممكن تنتقدني باسمي. كده يبقى قمه الاحترام بينك وبين اي شخص. لما تنقده تذكر اسمه بالعين، وما تحاولش انك انت تضيف عليه اسم مش موجود في الاسم بتاعه او في الشخصيه بتاعته، او تحاول توصفه بوصف كرتوني او شخصيه هزليه بحيث انك انت تثير اعجاب بعض الناس اللي موجودين عندك. ان احنا نحاول نحافظ على هويه بعض، ونحاول نحافظ على عزه وكرامه الانسان المصري، ونظهر بصورة أفضل بكتير من اللي احنا ظاهرين بيها في الوقت الحالي. كل قناة ليها حق إن هي تشكر أي شخصية هي حابة أو هي حاسة إن زي ما أنت بالظبط أكيد بتحاول إنك أنت تشكر في الشخصية أنت حاببها، أو شخصية ممكن ما تكونش متابعها قوي ولكن شفت منها حاجة كويسة حصلت، فبتحاول إنك أنت تسلط الضوء عليها. انا ما ببررش لحد، ما بحاولش ان انا القي الضوء على قضيه معينه. القضيه ديت انا بتكلم بيها بصفه عامه لان اتكلمت فيها كتير، وفعلا نسبه المشاهدات بتاعت بعض القنوات بتقل. اكيد كل واحد فينا من وقت للتاني لما بيقعد مع نفسه وبيحاسب نفسه بيشوف ايه الغلطات اللي هو غلطها وبيحاول يصححها. تيتا ام ايمن الناس كلها على فكره بتحترمك وبتعتز بيكي جدا كانسانه محترمه، واذا كان صدر من حضرتك بعض التجاوزات في حق بعض الناس وانت حبيت انك انت تصلحي الامر دوت، فده شيء مش يعيبك، بالعكس يعني نرفع لك القبعه. واتمنى من كل القنوات ان هي تتكاتف مع الست ام ايمن. اتمنى ان احنا نقف جنب تيتا ام ايمن. تيتا ام ايمن مش محتاجه بس الشخص اللي بيدعمها ماديا، محتاجه الشخص اللي بيدعمها بكلمه طيبه وكلمه حلوه زي ما انت محتاجها كمان. وعلى فكره اليوتيوب هو يعتبر مصدر رزق لبعض الناس وتحسين مصدر رزق لبعض الناس. عشان كده بنقول بلاش ان احنا نحاول نوصل اي انسان او اي انسان انها تطلع على منصة اليوتيوب وتبكي، خصوصا لما تكون في سن متقدم زي تيتا ام ايمن. لها كل التقدير والاحترام مني، واتمنى ان الناس تتكاتف معها زي الاول واكتر كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.